بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكحك سوا بطريقة سهلة وجميلة وبصوا ده طالع دايب وجميل ازاي، وهقول لكم كمان على طريقة العجمية بتتعمل ازاي وطريقة الملبن. كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما نبتدي يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتشجيع كده بكومنت حلو. تمام، انا بوريكم اهو شكله من تحت. السوا بتاعه مظبوط، العجنة كلها جميلة ما شاء الله. هنا هنبتدي نعمل العجمية. معانا معلقة سمنة حلوة. هي كمية العجمية اللي انا عملتها دي، هو ده طبعا كيلو دقيق. كمية العجمية اللي انا عملتها دي زادت بصراحة، يعني فاض منها كتير. فانت حابة تقللي عن الكمية دي قللي. انا معايا معلقة سمنة كبيرة، حط عليها معلقتين دقيق مليانين. يا ريت دقيق كويس يا جماعة، ويا ريت نوع عسل كويس. وطبعا السمنة مش هوصيكوا عليها، طبعا السمنة لازم تكون سمنة بلدي او سمنة حيواني محترمة يعني كده كويسة. تمام، هنا معلقة سمنة كبيرة اهي، هنسيحها وننزل عليها بالمعلقتين دي كده. احنا لسه بنعمل العجمية يا جماعة، لازم تتعمل بدري علشان تبرد، والملبن برضو يتعجن بدري علشان ايه، ناخد راحتنا في التكوير، لان الكحك مش بيخمر، يعني احنا مش هنسيبه يخمر، احنا هنشتغل فيه على طول، هنبسه ونشتغل فيه على طول. فما ينفعش يقعد لحد ما نجهز الحاجات اللي احنا بنعملها قدامكم دي. تمام، هنا احنا مش عايزين الدقيق يتحمر، احنا بنطير بس الرطوبة بتاعته، يعني اول غلوتين كده او مع السمنة اما يبتدي بس ايه، يعني كمان مش يطلع ريحة، يا دوب ياخد لون اصفر، مش عايزين نحمره زي البشاميل كده. تمام، ايدك فيه على طول ما تسيبهوش. هننزل عليه بمعلقة سمنة، بمعلقة سمسم. السمسم لو متحمص جامد خليه في الآخر، لكن لو ني أو نص تحميصة ممكن تحطيه في المرحلة دي. شوفوا بس الخطوات واحدة واحدة كده، أنا مش مسرعة الفيديو جامد علشان تاخدوا بالكم. احنا عايزين بس لون أصفر فاتح كده، يا دوب بس نحس إن الدقيق استوى. هننزل عليه بمعلقة سمسم. أنا عارفة معيار إيدي يا جماعة يعني، بس عشان مستعجلة عشان الدقيق ما يروحش مني في حتة تانية. هي دي معلقة كبيرة بتاعة الأكل سمسم. هننزل، أنا مجهزة مج 200 ملي عسل، عسل نحل. تمام، اهو معانا اهو، هننزل بيه كله كده في المرحلة دي. وايدينا برضو بسرعة، يعني انا هتلاحظوا ان انا ايه، آه، هكحت المج كمان شوية لما بص، عشان انا ايه ابتدى اهو يحمر من الجناب، فانا رفعته من على النار بسرعة كده، وتوطي عليه النار خالص بقى شمعة يعني، ان هو لو احمر هينشف منك في الحشوة. تمام، انا رجعته بعد ما وطيت النار خالص، ومجرد بس يقلب كده يحسي ايه انه تخن زي البشاميل. هو بس اللي هياخد ايه شوية وقت كده، العجمية والملبن، وبعدين ايه تكوريهم كده. اجي اهو هنزل بقى ايه بعد ما وطيت النار، نزل بقية العسل على مهلي. دي بعد ما تخلص خلاص هتقلب قلبة كده، او مفردها على صينية، صينية فلات. انا لسه طبعا هضيف العين الجمل، حطي زي ما انت عايزة، مش حابة تحطي مكسرات خالص براحتك. عين جمل، فستق، بندق. تمام، ما عندكيش الكلام ده ما تحطيش حاجة خالص، كفاية تكتفي بالخطوة دي، تركنيه على جنب وتكوريه وخلاص على كده. انا احط شوية عين جمل، انا كسرتهم نص تكسيرة كده. تمام، بتيجي بتغلي اهي، ما لازم يا جماعة ايه تغلي غلوة كده علشان تتخن معانا، وهي كل ما تبرد كل ما هتتخن معانا على طول. كل ده احنا لسه ما بدأناش في الكحك خالص، لسه ما عملناش اي حاجة. تمام، بفكركم بالاشتراك واللايك يا حبايبي، يلا قبل ما نسرح في الفيديو وننسى. اهو معانا اهو، هننزل بقى بشوية عين الجمل اللي انا قلت لكم عليهم. انا بس مش عايزة اقطع الفيديو علشان تاخدوا بالكم من الخطوات. هيبتدي بص، ابتدي يتخن ازاي زي البشاميل كده.
احنا بنلم برضو من الجناب بالسباتولا كده، علشان ايه؟ الجناب لو حرقت هتعمل ايه مننا ريحه. ننزل بقى بشويه العين الجمل اللي قلت لكم عليهم، انزل بيهم شويه شويه كده، نشوف على حسب. انت حابه تقللي عن كده براحتك، حابه ما تحطيش خالص برضو حاجه ترجع لك. تمام. حابه ما تكسرهوش، تحطي نص واحده كده في الكحكايه عادي. خلاص انا كده هديله بقى تقليبه واحده. خلاص هو ابتدى يتخن اهو يا جماعه. هفرشه على صينيه لحد ما يبرد. الجو برد طبعا، فاكيد هيبرد على طول. تقليبه واحده بس، انت كل ما بتقلبيه هتحسي ان هو لسه خفيف، بس هو لما يبرد هتلاقيه مسك نفسه خلاص، هو بيوصل للسم كده خلاص. لانه لو جمد اكتر من كده وهو معاكي لسه على النار هينشف ويبقى بيشد كده في الكحكايه. ادي اهو معانا. هناخد بعد كده بقى الملبن، برضو حسب الكميه اللي انت عايزاها. برضو الكميه طلعت كتير معايا، فانت ممكن تقللي خالص عن اللي انا بعمله ده. ادي جزء الملبن اهو، ربع كيلو تقريبا. قالب يعني، نحط عليه حته سمنه برضو علشان ايه ما ينشفش معانا. ممكن تقللي السمنه عن كده خالص، حابه انت تقللي عن كده خالص قللي. تمام. هنعجنها بايدينا، هي سهله خالص، سهله خالص. هي نعجنها بايدينا مش هتاخد معانا مجهود. هننزل عليها برضو بعد ما نعجنها بمعلقه سمسم. انا بعز السمسم يا جماعه، منه مغذي ومنه بيدي طعم حلو، ومنه فوائده عاليه كتير قوي. كالسيوم وله فوائد كتير قوي للستات يعني. بيقوي العظم بتاع الستات اللي عظمهم باظ. اعرف كمان، معرفش المعلومه دي اكيد ولا لا، ان هو بيظبط هرمون الاستروجين. اجي معانا اهي معلقه السمسم. تمام. وهننزل برضو بشويه عين جمل. برضو الملبن اختياري، حابه تحطي عين جمل حطي، مش حابه مكسرات خالص بلاش. ممكن في ناس بتحبه. بصوا هو معلومة يعني عن كحك العجمية، بيبقى أحلى حاجة فيه اللي هو العين الجمل. يعني لو عجمية بالمكسرات يبقى أحلى حاجة فيها عين الجمل. البندق والفستق مش بيبقى حلو مع العجمية، ده عن تجربة يعني. بس كده احنا كده ظبطناها. هنبتدي بقى ايه؟ نكورها او نبلبعها زي ما بيقولوا. كور صغيرة على قد الكحكاية بتاعتك. انا الكحكاية بتاعتي مش هعملها صغيرة قوي، لان احنا بنحب فيها الحشو باين. فلو اتعملت صغيرة قوي الحشو مش هيبان يا جماعة فيها، انك هتضطري تصغري برضو الحشو. تمام. هنا بقى نعمل التكوير ده قد البلية الحلوة الكبيرة كده. حاولي وانتي بتكوري تاخدي الحتت ايه فيها عين جمل معاكي. تمام. اظبطي بقى ايدك، خلي ايدك ميزان. انا العجينة هوزنها يا جماعة بالميزان عشان الكحكات كلها تطلع قد بعضها. انا هعمل القرصة او الكحكاية حوالي من 30 ل 33 كده، كنا بنوزن بالحجم ده. انت ممكن تعمليها 25، اصغر من كده ما اعتقدش هتنفع يعني لو ما عندكيش ميزان. انت ايدك بقى الميزان. تمام. هنقعد نكور بقى الملبن ده، وبعدين نكور العجمية تكون بردت. تمام. هنا الكاميرا اتهزت، عذرا. تمام. ده كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. احنا طبعا مش عايزين الكحك يخمر يا جماعة، ان احنا مش هنديله فرصة يخمر، مش هنركنه. فهنحط معلقتين ممسوحين من المعلقة اللي هي الصغيرة دي معلقة الا ربع بيكنج باودر، او معلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام. او كيك شيف. احنا زي ما قلنا مش عايزين الخميرة تبقى كتيرة. برضو السمسم بقى في الكحكة، حطي كده في العجنة، حطي شوية سمسم كده حلوين. وهقول لكم حاجة برضو عن السمنة، انا هشتغل على السخن وعلى البارد مع بعض.
تمام. معانا نص كوباية مية دافية. بصوا مش هحط خميرة كتير، دول معلقتين ممسوحين بس، مش هحط الباكو كله. انا عادة لما بعمل قراقيش او حاجة بحط الباكو كله. هقلبها مع معلقتين سكر او معلقتين ونص سكر زي ما انت عايزة. يبقى انا هنا هحط رشة ملح، رشة ملح ورشة معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا نحط السكر في الخميرة، معلقتين ونص معلقتين وربع زي ما انت عايزة. حابة تكتري عن كده يرجع لك، لو بتحبي العجينة نفسها مسكرة. بس هي طلعت مظبوطة قوي المقادير اللي بقول لكم عليها دي. تمام. هنركنها بس كده لحد ما تعمل الفقاقيع اللي بتعملها دي، هنشتغل بيها. انا هقول لكم ان انا خدت المج ده ميه. خدي انتي حسب الدقيق بتاعك. انا مش بشتغل بدقيق متعدد الاستخدامات، دي روحة الكحك او روح الكحك او ريحة الكحك زي ما بيقولوا. هنا زي ما بقول لكم دول 550 جرام على الميزان. تمام. 550 جرام سمنة. انا هاخد نص السمنة دي اسيبها اشتغل بيها على البارد، والنص ده احطه يسخن كويس قوي او يقدح على النار. وانا حاطه السمسم اهو ورشة الملح والبيكنج باودر. تمام. بص كده اهي نزلت على السمسم. احنا عايزينها بس تسوي دقيق. اقلبها كام تقليبه كده. يا جماعه لازم يبقى حاجه بورسلين او حاجه بايركس، حاجه ستانلس، المهم بلاش حاجه بلاستيك. تمام. لان السمنه سخنه جدا هنا في المرحله دي. ممكن ايه لو حاجه بلاستيك هتلاقيها كرمشت في مع السمنه دي وبوظت لك الدنيا خالص. فاحنا نحاول برضه ايه نركز في الموضوع ده. ويا ريت بلاش اطفال جنبينا في المرحله دي. انا عامله كيلو دقيق فالسمنه مش كتير. في ناس زي اهالينا زمان كانوا بيقدحوا السمنه دي في حلل كبيره جدا علشان الكميات اللي كانوا بيعملوها. بصوا بقى انا هاخد باقي الكميه اشتغل بيها على البارد عشان يبقى السمنه برضو محتفظه بريحتها. تمام. دي سمنه حيواني يا جماعه بتاعت العلب، بس هي سمنه طبيعي. ممكن تشتغلي بسمنه فلاحي عادي. في ناس بتخلط سمنه وزبده، انا ما جربتش الكلام ده. هنقعد بقى ايه خلاص اول ما نحس ان هي بردت هنسيب بقى. واهم حاجه مرحله البس دي يا جماعه، يعني اقعدي 5 دقايق 6 دقايق كده تبسي فيها. كل ما هتبسي وتشربي السمنه للدقيق كل ما هتطلع معاكي الكحكايه ناعمه وحلوه. هي المقادير دي مظبوطه ان ما تطلعهوش خشن وما تطلعهوش الناعم الدايب ده اللي هو ما تعرفيش تمسكيه ده. لا وكل اللي داقوا شكر فيه قوي يا جماعه. عجب الناس كلها. الحمد لله الحمد لله يا ربي. كذا حد داقه وعجبه جدا. ادي اهو احنا كده بنبس مش بنعجن عشان ما نطلعش الجلوتين وبعدين الكحكايه تنشف منك. احنا كده بنشرب الدقيق اهو واحده واحده بقى. اقعدي بسي، مش عايزين ايه يعني ذره دقيق بيضه خالص في القالب ده. تمام كده. اهم فقره في الليله دي كلها البس الدقيق ده يا جماعه. تمام. ايوه بين ايديكي كده براحه ايديكي. احنا مش هنسيبه يرتاح كتير، هم 10 دقايق بس وهنشتغل فيه على طول. احنا مش حاطين خميره كتير ومش عايزينه يخمر. يعني هو مش مطلوب مننا انه يخمر ويعلى بقى ويبقى حجمه يتضاعف كده، لا. هنا اهو انا معلش الفيديو فصل وانا بحط الميه في الاول. انا بقول لكم بنزل بالميه بالتدريج. واخد مني حوالي مج يعني انا كنت حاطه الخميره والسكر في نص المج وكملت النص التاني ميه فتره برضو. احنا هنا بنفتح للعجينه مش بنعجنها يا جماعه. كل ما تحطي ميه كل ما تحسي ان هي ايه
بتنشف معاكي لانها كانت ناعمه طبعا جدا من السمنه. عايزه اقول لكم معلومه بس يا جماعه، لو جيتي تكوري القرصه بتاعتك او الكحكه بتاعتك ولقيتيها بتشقق، ما تحطيش ميه وما تحطيش لبن، ما تحطيش اي سوائل، تحطي سمنه. يعني لو لقيتي العجنه معاكي مش مظبوطه، لا ما تحطيش ميه، الميه هتنشفها، كل ما تحطي ميه او لبن هتنشف منك. فيعني ايه، خلي المعلومه دي في دماغك، لا شققت منك زودي سمنه. بتبقى هي محتاجة سمنة، وزي ما قلت لكم الدقيق بيفرق من ايه، من شركة لشركة. المية دي بتبقى انتي لازم تبقي شايفة الفيديو كويس وعارفة المرحلة اللي هتوصلي لها فين في العجن. تمام. وكلنا بنتعلم يا جماعة، احنا مش كلنا مولودين بنعمل كحك يعني. ادي اخر حبة اهم خلاص، ومش هاخد غيرهم. تمام. ادي يبقى انا خدت المج ده، احيانا بلاقيه سمسم غامق بس، فعشان كده ببص فيه. ادي خلاص انا اهي، بص العجينه طريه وجميله ازاي زي الملبن. وادي التيست بتاعها اهو يا جماعه، بتريحيها في ايدك كده وتكوريها اهي. بص مفيش اي تشققات الحمد لله ولا اي حاجه. حطينا في مع الخميره، مش عارفه بان ولا لا، حوالي 4 نقط بس من ريحه الكحك اللي انا جايباها دي. ما حبيتش اكتر، ما حبيتش ابينها قوي. هنا لازم حد يا جماعه يكون بيساعد كده معاكي، علشان هنا ما حبيناش نعملها صغيره. هي بص باينه على الميزان 26 جرام، علشان العجينه ما تنشفش منك. لو جيتي في لحد الاخر وابتدت تنشف زي ما عملت معايا كده، مع اني مغطياها بس الجو ساقع، براحه ايدك كده هترجع معاكي طريه تاني. بس اهم حاجه اللي تحطيه في الصينيه غطيه بفوطه نظيفه كده. ولما تيجي تخبزي هتخبزي على 180، وتشغلي المروحه. ما عندكيش مروحه نعمل احنا مروحه، مش مشكله، نفضل نلف كده في الصينيه بايدينا. عينك عليه، هو مش بياخد سوا كتير يعني اهي. بصوا جميلة ازاي. هناخد بقى الملبن اللي احنا عملناه. انا هنا معلش برضو ما وريتكمش العجمية لما كورتها، لان الموبايل كان مدوخني، التصوير كان مدوخني ساعتها. تلميها من الجناب كده وما تبططيهاش، هتحطيها في الصينية. وشوفي انتي جايبة ايه، بصامة. انا جايبة بصامة بصراحة، لان النقش كان هياخد مني وقت جامد. انا هنا كنت اشتغلت في العجنة شوية، زي ما قلت لكم ان الموبايل فصل مني شويه. تمام. احنا هنوزن حوالي كل واحده حوالي من 30 ل 33 جرام. هما ال3 جرام مش هيفرقوا يعني عن التانية. ان احنا ما حبيناش نعملها صغير قوي، لاني كنت بشتغل لوحدي يا جماعه، فكنت حابه ان انا يعني ايه اخلص بسرعه. تمام. حطينا ملبن، نشوف هنحط ايه تاني. ادي العجميه معانا اهي، بصوا بعد ما اتكورت جميلة يا جماعة، لا طلعت بتشد ولا طلعت حاجة، لان احنا ما سويناهاش جامد على النار. زي ما قلت لك كده احنا مش بنبطط اهو. انا هحطها في الصينية عشان ايه ما نحركهاش تاني. البصمة دي سهلت معايا، وزي الشركات ما بتعمل يعني، هما دايما بيبصموا بالشكل ده. نحاول بس نبعده شوية عن بعض، مش كتير. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. بصوا طالع ازاي، عامل ازاي. انا ما لحقتش يعني، انا قلت لهم سيبوه عشان اصوره واعمل شكل حلو كده للصورة. انا ما لحقتش ما شاء الله يعني. تمام. اجي اقول اللي انا ده رشيته سكر. الكيلو يا جماعة عمل معايا حوالي 2 كيلو كحك، حتى لو اتكلف، حتى لو حطينا عين جمل، حطينا سمنة نظيفة برضو مش هيجي ربع اللي بتشتريه من بره. لان انتوا عارفين طبعا كحك العجمية دلوقتي او كحك الملبن